حاجة كمان، تصوير الموت نفسه ما كانوش العهد قريب يقدروا يصوروا الموت. بمعنى ايه؟ بمعنى الانسان لما يموت بيبقى نفس الشكل، وهيجرى له ايه؟ يعني حتى المخ تعمل له صورة بالاكس راي بالاشعة هيطلع هو نفس المخ، مخ حي او مخ ميت، لان ده تركيب تشريحي ما اتغيرش. لما طلع برضه الكمبيوتر سكان او تصوير بالاشعة المقطعية كمبيوتر، برضه نفس الحكاية، يعني حي زي الميت. يعني ليه؟ التركيب التشريحي زي ما هو صحيح، الجهاز بيدينا تفاصيل دقيقة، لكن ما حصلش في الشكل التفصيلي للتشريح شيء. بعد كده طلعوا كمان موضة جديدة اسمها الرنين المغناطيسي، تصوير بالرنين المغناطيسي اللي هو الماجنتوم. ده جهاز مهول بتاع 2 مليون، برضه نفس الشيء، ما يقدروش يفرقوا الحي من الميت، صورة المخ هي نفس الصورة لأنه نفس التشريح. إلى أن آخر بقى صيحة عملوا حكاية التصوير بأشعة البوزيترون، دي آخر موضة. هذا التصوير بقى بيصور النشاط مش التشريح، لا، ده بيصور النشاط اللي حاصل جوه المخ. الخلايا بتشتغل ولا مش بتشتغل؟ سيبك من التشريح ده، ما هو التشريح واحد. فكرة هذا الجهاز فكرة جميلة قوي. بيحقنوا العيان